هل فرق السعر يستاهل؟ كقيمة غذائية لا، الاتنين من السوبر فودز. بس تعال نبص على التفاصيل. الاوميجا 3 لو بتدور على صحة القلب وتقليل الالتهابات فبذور الكتان تكسب باكتساح لان نسبتها اعلى. الالياف والشبع الاتنين ممتازين، بس بذور الشيا فيها ميزة انها بتمتص المية وبتعمل جل اتقل واسرع، فبتدي احساس قوي جدا بالشبع وكمان بتظبط سكر الدم. بس استنى عشان طريقه الاستخدام بتفرق جدا. الشاي ممكن تضيفها على الميه او على الزبادي وتاكلها وهي سليمه، اما بذور الكتان فقشرتها ناشفه جدا. السر هنا انك لازم تطحن بذور الكتان. الشباب بتخاف من بذور الكتان عشان فيها استروجين نباتي وبيفتكروا ان هرمون الذكوره هيقع والعضلات هتروح. الكلام ده علميا غلط 100%. الاستروجين النباتي تاثيره ضعيف جدا وما بينزلش هرمون الذكوره ولا بيضيع العضلات. ده كمان بالعكس، الابحاث اثبتت ان بذور الكتان دي كنز للرجاله لانها بتحمي القلب من التمرين العنيف، وكمان بيقلل خطر تضخم وسرطان البروستاتا. رغم كل الفوائد دي البذور دي مش لكل الناس وممكن تقلب بضرر. امتى نوقف بذور الكتان او ما نستخدمهاش؟ لو انت حامل او لو حد بياخد ادويه سيوله او لمرضى الاورام الحساسه للهرمونات. طب بذور الشيا ما نستخدمهاش امتى؟ لو بتبلعها ناشفه من غير ما تنقعها. بذور الشيا بتشرب الميه وبتنفش 27 ضعف حجمها وممكن تسد المريء او تعمل لك اختناق. وبلاش لمرضى الضغط الواطي لانها بتوطيه اكتر، والمرضى القولون العصبي خصوصا لو الدنيا مش مظبوطه. كميه الالياف دي هتتعبه اكتر. الخلاصه بذور الكتان بتديك كل اللي انت محتاجه اكتر وبسعره قليل. وفر فلوسك وسيف الفيديو ده عشان ترجع للتحذيرات دي. سلام.